بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. طبعا اللي شافوا التقطيعة دي للفراخ قالوا هعمل شاورمة فراخ. هي انا بقطعها كده علشان عايزة بس افرمها وش واحد، وكمان في اجزاء فيها جلد انا محتفظة بالجلد لاني عايزاه يدي طعم الفراخ في الوصفة، لكن بعد الفرم انا هبتدي اشيله بالشوكة واحدة واحدة. انا اخترت في الوصفة دي النهاردة اني اعملها بالفراخ لاني لما حسبتها لقيتها هتوفر لي حوالي 300 جنيه. لما كنت بشتري فراخ من عند الفرارجي لقيته حاطط مجموعة كده متقطعة قطع كبيرة، فلما سألته قال لي دي شاورما. انا في العادي مش بشتري الشاورما اللي مقطعة الفرارجي ابدا، انا لقيت القطع كبيرة ونضيفة في نفس الوقت، فحسبتها وجات لي الفكرة اني اعمل الوصفة بيها المرة دي. انا اخترت اني اقطعها بالشكل ده علشان في الفرن ما تاخدش وقت، وعلشان كمان الوقت ما يبقاش طويل في المطبخ. انا مش بحب الوقفة كتير في المطبخ، وبحب الوصفة ما تاخدش وقت طويل. المغتربين كمان ينفع يعملوا الوصفة دي، لو مش متوفر الكبة عندهم او المفرمة ممكن يقطعوها قطع صغيرة جدا، وهتبقى كويسة قوي معاهم في التسوية. ناخد بالنا كويس واحنا بنقطع الفراخ، لأني لقيت قطع صغيرة من العظم وأنا بقطعها، فطبعا بدأت أشيلها. عايزة أوريكم بقى حجم القطعة اللي كنت بقولكوا عليها دي. ده الحجم بتاعها. أنا لما لقيتها بالحجم ده الحقيقة أخدتها، أخدت منها كمية نص كيلو، وقطعت عليه آه، قطعتين من الموزة بتاعة الفراخ. انا غسلتها كويس جدا بالملح والخل. قبل كده لما كنت بحب اوفر كنت بجيب صدور الفراخ، لكن التوفير برضو ما كانش قد كده، فجات لي الفكرة اني اشتري دي علشان اوفر اكتر. بعد ما بحط قطع الفراخ في الكبة ابتدي اضيف التوابل: الملح، معلقة كزبرة، معلقة جنزبيل، معلقتين من الفلفل الاسود. دلوقتي انا هفرم الفراخ مع التوابل بس. كده اتفرمت في اقل من دقيقة. بعد ما اتأكدت انها اتفرمت اروح بقى للاضافات. عندي بصلاية كبيرة وبصلاية متوسطة. ابتدي اقطعهم مكعبات كبيرة شوية. بعد التقطيع بضيفهم مباشرة على الفراخ اللي اتفرمت في نفس الكبة. انا مخرجتش الفراخ من الكبة. زي ما انتم شايفين كده. انا عايزة بقى الاضافات اللي انا هحطها دي تبقى باينة كأنها متقطعة بالسكينة، علشان كده انا بحطها مع الفراخ على الوش مش لوحدها. بعد كده عندي نص فلفلاية حمراء، ونص فلفلاية صفراء، وواحدة بس سبايسي.
هبتدي اقطعهم واضيفهم برضو فوق الفراخ في نفس الكب. الوصفة سهلة وبسيطة ولذيذة جدا وموفرة جدا، جربوها هتعجبكم وهتكرروها. اوفر من اللحمة بكتير جدا. اكمل تقطيع المكونات اللي باقية واضيفهم على الفراخ في الكبة. طبعا انا حاطة من قبل كده توابل، فانا مش هحط توابل تاني. والفلفلاية دي اخر حاجة في الاضافات. ابدأ في فرم المكونات، عايزاها تبان متقطعة. بعد ما بتتفرم انا بحشيها في عجين، لو انتوا عايزين تحطوها في العيش العادي حطوها، لكن انا حطيتها في العجين وسويتها. تمام. ما بتاخدش وقت كتير في التسوية على فكرة، بس طعمها كان لذيذ جدا وريحتها حلوة قوي، جنب سلطة خضراء وجنب سلطة طحينة هتبقى في منتهى الجمال. لكن انا عملت جنبها وصفة تانية برضو علشان اكمل القيمة الغذائية. بصوا بقى هنا الفلفل باين ازاي كأنه متقطع بسكينة وانا ضفته كده. انا وفرت الوقت، على طول هبتدي في التسوية، ما خدتش وقت ابدا في التسوية بتاعتها، وزي ما قلت لكم كانت لذيذة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة هتعجبكم وهتعتمدوها دايما بإذن الله. بعد كده انا نزلتها في البولة عشان بالشوكة كده ابتدي اخرج منها. انا بدور على الجلد بقى علشان اشيله، لو في قطع صغيرة ممكن تسيبوها لان هي مش هتبان ابدا. انا شلت القطع اللي باينة ان هي كبيرة بس كده. دي أرغفة حواوشي الفراخ بعد ما استوت. شايفين حجم الرغيف قد ايه؟ الكمية اللي انا عملتها من الفراخ عملت 9 أرغفة بالحجم ده، زائد النص اللي انا كنت بدوقه قدامكم. بدل بقى ما اعمل بابا غنوج انا هعمل حاجة تانية. عندي بتنجانية كبيرة، كيلو الا ربع كيلو. تقدروا تستخدموا واحدة اصغر شوية طبعا، بس المهم تشتروها للشوي. غسلتها كويس وقطعتها بالشكل اللي شفتوه ده، بس انا مخليه العنقود بتاعها موجود فيها، يعني ما فصلتهاش عنه. مكونات الحشوة عندي هنا 5 فصوص توم، بقدونس، كزبرة، 3 معالق زيت، عندي 3 حبات فلفل مقطعوهم سبايسي او اي فلفل، ليمونة معصورة، و4 طماطميات مقطعوهم شرايح، كل التقطيع شرايح. شايفين كده هي كده متماسكة. عندي جوزتين، تقدروا تخلوهم واحدة لو الحجم صغير، متقطع كله شرايح. هنا في بولة حطيت كل المكونات مع بعض وضفت التوابل. بعد كده بضيف الليمون المعصور وبعدين الزيت. بعد إضافة التوابل للحشوة ببتدي أقلبها كويس جدا وامزجها. بعد ما الخليط تجانس أنا ببتدي أخد منه وأحشي الفواصل بتاعة البتنجان. الجزء ده اتحذف في المونتاج. بسيب جزء من الحشوة وبخليه في قاع الصينية لاني هحط فوقيه البتنجانة قبل ما ادخلها الفرن بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو كده. قبل ما ادخلها الفرن بحط لها كوباية مية علشان التسوية بتاعتها تكون اسرع في التسوية. بحط كوباية المية، كل ما بتتشرب بزود كمان حبة. بدخلها الفرن وبتابع كل شوية وازود مية لو احتاجت. بتبقى بالشكل ده، جربوها هتعجبكم قوي. لايك للفيديو وتابعوني، وعندي وصفات لكم كتير موفرة.
باي باي.